مهما نعمل من الأكل روايح الزمن الجميل هي اللي بتغلب. أحلى بسلة بالجزر ممكن تاكليها حلوة وجميلة ولونها كده زي ما انت شايفة. الصلصة بتاعتها تحفة. بحب قوي كده الصلصة لما تبقى زاهية كده ولونها أحمر وجميل. وكمان البسلة دي يا جماعة أنا اللي مجففاها، بجففها من السنة للسنة تطلع معايا نفس اللون وكده، يعني طعمها كده كأنها طازة، كأنك لسه مفصصاها وعاملاها دلوقتي. واللحمه بتاعتها بقى دايبه. وطبعا لو مش حابه تحطي لحمه طبعا دي حاجه بترجع لك، بس انا دايما بحب لما اعمل خضار احب اعمله باللحمه. في ناس بقى بتاكله بالخضار بالفراخ، مفيش مشكله. لكن لو انت جديده يا ست الكل ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتسمي بالله وتصلي على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده عملت كده شوربه لسان عصفور ورز كده بالشعريه، وعملت البسلة بالجزر. يلا كده على طول زي ما انتم شايفين كده، حلة فيها شوية زيت ذرة صغيرين، حطيت عليها بصلة ومعلقة من الثوم المفروم. اول ما ابتدى لونه يغير حطيت عليه عصير الطماطم وصفيته. حطيت معلقة من الباربيكيا ونص معلقة شطة وربع معلقة كمون ومعلقة ملح، نص معلقة من السكر عشان تعادل الحموضة. قلبت كل الكلام ده في بعضه. كان عندي لحمة حطيتها جوه الصلصة وسبتها كده تتسبك مع نفسها. دي كده شوية زبدة وحطيت شوية لسان عصفور، وببتدي ان انا اشوحهم كده لحد ما يديني اللون الجلد الجميل القمر اللي انتوا شايفينه ده. هقوم جايه مزوداها ميه كده مغليه ومعاها مكعب ماجي، يا اما لو عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه حطيها فيها شويه ملح صغيرين لو انت حاطه مكعب ماجي لان بيبقى فيه ملح. دي البسله الفروزن اللي انا عاملاها، حطيتها كده في الصفايه بعد ما طلعت من الفريزر. يا دوبك هشطفها شطفه كده تحت الميه الجاريه، وبكده تكون خلصت معايا. هسقطها على طول على اللحمة بعد ما خدت 3/4 سوا. هتكمل الربع الأخير مع البسلة. اللسان العصفور بتاعي غلى، طفيت عليه بقى كده وركنته. نزلت كده البسلة، هديها كده تقليبة بس مع اللحمة واسيبهم بقى يكملوا. اللحمة تكمل بقى ربع السوا مستنيها، والبسلة تستوي لأنها ما بتاخدش وقت. طلعت حلة كمان وهي حطيت فيها معلقتين من الزبدة على معلقة من زيت الذرة. حطيت كوباية من الشعرية، وطبعا بأعمل الكمية المناسبة ليكم. أول ما الشعرية بتاعتي تديني اللون الجلد الجميل بنزل عليها على طول المية المغلية. أنا من طبيعتي ما بنقعش الرز المصري، يا دوبك بغسله كويس جدا وخلاص. وبحط كده حوالي ربع كوباية زيادة في المية. يعني انا لو عامله 3 كوبايات من الرز بحط 3 كوبايات وربع من الميه، بيطلع معايا يا جماعه مظبوط ومفلفل وهتشوفوه. وطبعا بزود الملح وخلاص كده خلصت معايا. البسله كده بصيت عليها لقيتها قمره وخلصت. ودي شوربه لسان العصفوره اللهم بارك، وادي الرز بالشعريه. اتمنى وصفتي تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.